قوية جدا من أجل البقاء، وكريستيانو رونالدو يقود منتخب البرتغال للبقاء في مونديال قطر وعشان يحقق حلمه قبل ما ينهي مسيرته الكروية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. في البداية عايزك كده تنزل في التعليقات تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من أي شيء، وتعمل اللايك الجميل للفيديو عشان يصل لأكبر عدد ممكن لو أنت مهتم بمحتوى الرياضة. مواعيد مباريات الثلاثاء والمباريات اللي منتظرها الجميع، والمنتخب المغربي اللي شرف الوطن العربي، والمنتخب اللي شرفنا بجد كعرب لصعوده لدور ال16، وبنتمنى ان هو يكون في ربع النهائي في دور الثمانية. ولكن المواجهة صعبة، لكن مفيش حاجة صعبة بمشيئة الله تعالى، وربنا ان شاء الله يفرح العرب كلهم ومنتخب المغرب يصعد لدور الثمانية. يستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب اسبانيا يوم الثلاثاء في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت 1 اتش دي وبي ان سبورت 2 اتش دي. وطبعا في نفس اليوم هيكون في مباراة في نفس اليوم، وهي مباراة البرتغال وسويسرا، وحرب كريستيانو رونالدو من اجل البقاء ومن اجل ان هو ما يطلعش من المونديال ويفضل فيه ويحقق حلمه ان يصل لنهائي كأس العالم. طبعا مباراة البرتغال وسويسرا هتكون الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 بتوقيت مكة المكرمة، و11 بتوقيت الامارات العربيه المتحده. القنوات الناقله المباراه برضو بي ان سبورت ماكس اتش دي 1 وبي ان سبورت ماكس اتش دي 2 علشان اختلاف المعلقين عليهم، وطبعا على قنوات الكاس المشفره. ودي طبعا مباريات الثلاثاء في مونديال قطر 2022. في النهايه مستني توقعاتكم، مين اللي هيفوز، المغرب ام اسبانيا، ومين اللي هيفوز، البرتغال ولا سويسرا، ومين هو هيكون صاحب الحظ ويتوج بمونديال قطر 2022. في النهاية وزي كل فيديو بوجه الشكر لقطر على الاستضافة الأكثر من رائعة، وبرضو بقول لك صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من أي شيء. يا ريت تعمل لايك وشير، ولو أول مرة بتشوفنا يشرفنا اشتراكك في القناة علشان كل الأخبار تصلك أول بأول. والسلام.